السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده في الصورة عندنا فيديو حلو قوي. تابعوا بس معايا الفيديو الاخر، وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا بقى نشوف الطريقة ونشوف كل حاجة، بس ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بداية كده، وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات. بقالي 3 ايام ما نزلتش معاكم فيديوهات، بس بجد كنت مضغوطة. كان الحمد لله كان في اوردرات، بس كانت هي الاوردرات كنت صورتها معاكم قبل كده، حمام محاشي، فالحاجات دي صورتها معاكم قبل كده، ما حبيتش اعيد لكم الطريقة تاني وازهقكم بنفس المحتوى. حبيت بقى اعمل لكم فيديو جديد وحاجة جديدة اول مرة اعملها في القناة. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، ونشوف وندخل بقى على الفيديو بتفاصيله كلها. بداية كده انا غسلت البتنجان وغسلت الخضار وجهزت كل حاجتي، ومقطعة كمية من البصل. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. حطيت بصلاية او نص بصلاية في الكبة، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وايه فرمتها في الكبة ناعم كده. ودوت كيلو من البانيه، انا غسلته كويس قوي الاول، وحطيت عليه ليمون وملح وسبته شوية، وبعدين شطفته من مطرح الليمون والملح، وحطيت عليه بقى التتبيله اللي هي البصلايه والملح اللي بالملح والفلفل. تتبيله خفيفه قوي للكوردون بلو. وممكن تستغني عن البصلايه، بس انا حبيت احط لها بصلايه، يعني ايه، تبقى ايه، تعزز التتبيله يعني، فاهماني؟ وهي ايه يعني نص بصلايه بس كده، مع شويه ملح وشويه فلفل اسود. دخلت بقى البانيه التلاجة زي ما انتوا شايفين، وبعدين كان معايا كمية من البصل، فرمتها في الكبة عشان هستخدمها. وزي ما انتوا شايفين قطعت بتنجان عشان هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة بطريقة حلوة جدا. بعد ما قطعته رشيت عليه ملح وسبته يتصفى جنبي وينزل ميته، علشان ما يشربش معايا زيت. تمام، دي البداية. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز بقى ونشوف هنعمل ايه. البصل اللي انا جهزته كله في الكبة وفرمته، هاخد منه شوية في الحلة دي وشوية في الحلة دي. اول حلة حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة، والحلة التانية حطيت فيها ربع كوباية زيت. اللي حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة، نزلت بحوالي 3 بصلات مفرومين في الكبة ناعم، علشان هنعمل العصاج بتاع المسقعة باللحمة المفرومة. تمام. اما بقى الحلة التانية حطيت فيها ربع كوباية زيت، ونزلت عليها ببصلاية مفرومة، علشان هنعمل صلصة المحشي زي ما انتوا شايفين كده. مجرد لما بقى البصلايه دي دبلت معايا شويه، نزلت بمعلقتين كبار من الصلصه الجاهزه، وبعدين نبدا ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وبابريكا. طبعا انتوا حفظتوا خلطه المحشي بتاعتي، بس والله لو جربتوها ان شاء الله تعجبكم قوي يعني. هبدا بقى اسيب بقى الصلصه الجاهزه بالبصلايه بشويه التوابل دول يتشوحوا كويس قوي، عشان لو الصلصه الجاهزه بيبقى فيها مواد حافظه، تطلع بقى كلها ايه مع التسبيك كده. وبعدين نزلت بكيلو طماطم انا ضرباه في الكبه. قلت لكم قبل كده اللي انا بحب اضرب الطماطم بتاعه المحشي في الكبه مش في الخلاط، لان كمان بتتسبك معايا بسرعه، وفي نفس الوقت بتبقى فيها قطع كده، فبتخليها ايه، بتبقى حلوه في المحشي يعني. تعالوا هنا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى غطيت الطماطم عادي تتسبك على نار هاديه خالص، وهنا بقى نزلت بنص كيلو من اللحمه المفرومه. بعد ما البصل اخد لون، وبعدين قمت نازله عليه بشويه توابل، ملح وفلفل اسود وشويه بابريكا صغيرين جدا. الله اكبر الله اكبر. هفصل وارجع لكم تاني بعد الاذان. هنا بقى زي ما انتوا شايفين حطيت حله بقى تانية فيها ميه عشان نسلق الكرنب، والحله دي انا حطيت فيها شويه كمون صغيرين، وحطيت فيها نص معلقه سكر. جربوا كده اسلقوا الكرنب مع شويه سكر صغيرين وكمون، بجد تلاقوا الورقه ذات نفسها مسكره. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى على اللحمة المفرومة فلفل رومي قطعته كده، وقطعت طماطمية كمان علشان تدي اللحمة على العصاك طعم، وتديلها ايه كأنك ايه تبلتي، قيمة غذائية، وفي نفس الوقت تبلتيها بالخضار كمان. هسيبها بقى تتعصق كويس قوي، وبعدين بقى زي ما انتوا شايفين هاخد الكرنب كده ايه اسلقه بالطريقه العاديه خالص. بس اهم حاجه في الكرنب ما تغيبهوش، يا دوبك تبليه كده بالميه السخنه بسرعه وتطلعيه على طول، يعني ما تسيبوش يتهرى معاكي، علشان تعرفي تتحكمي فيه وانتي بتحشيه. تمام. بمجرد بقى لما اخلص كميه الكرنب اللي معايا، هنشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. يبقى كده الاوردر بتاعنا النهارده محاشي، وكمان هنعمل مسقعه باللحمه المفرومه، وهنعمل كوردن بلو، وكمان هنعمل طاجن لحمه بالبصل. يعني بصوا، حاجات تحفه يعني. بس تابعوا معايا بس الفيديو للاخر، وما تنسونيش بلايك واشتراك للقناه. تعالوا هنا بقى بعد ما خلصت الكرنب، تعالوا بقى نعمل ايه الصلصه المسقعه. انا جبت معلقتين من الزيت، وما تكتريش، لان طبعا البتنجان احنا هنقليه وفيه زيت.
ما تكتريش، معلقتين بس. حطيت فيهم 3 فصوص توم قطعتهم حلق كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هسيبهم بقى يتشوحوا لغايه لما يصفروا كده، وبعدين انزل عليهم ب3 معالق كبار من الخل او 4 يعني، على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وبعد لما احط الخل كده كأنك بتعملي صلصة فتة كده، وبعد ما تحطي الخل هنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة، وبعدين اسيبها بقى تتكتك كده مع شوية توابل ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا. تمام. انا في المسقعة ولا بحط كمون ولا بحط كزبرة، في المسقعة اللي هي باللحمة المفرومة دي. تمام. هسيبها بقى، وبعدين نزلت بنص كيلو من الطماطم مضروبة في الخلاط، نزلت بقى على الصلصة وهسيبها بقى بتتسبك بالطريقة العادية خالص. وتعالوا بقى نشوف هنا بقى ايه، هنقلي البتنجان. زي ما انتوا شايفين بقى هنقلي البتنجان بطريقه عاديه خالص، بس انا نسيت اقول لكم اللي بعد لما انا حطيت عليه ملح، قطعت البتنجان وحطيت عليه ملح، قبل ما اقليه على طول رشيت عليه شويه دقيق. مش عارفه المقطع ده جه ولا لا. رشيت عليه دقيق كده، ايه اكني ببضره يعني حاجه خفيفه قوي بالدقيق، علشان ما يشربش برده معايا زيت. شايفين بقى لون البتنجان؟ والله ما كانش شايب زيت ولا اي حاجه، وكان بصوا لونه تحفه من قبل ما يتحط في المسقعه يعني ولا اي حاجه. تعالوا كده احنا خلاص جهزنا كل حاجة. تعالوا بقى نرص الصينية بتاعتنا. وقليت فلفل كمان. هنرص بقى، مسحت الصينية بمسحة زيت بسيطة خالص من تحت عشان الفويل دوت تبقى مادة عازلة يعني. وحطيت بقى طبقة خفيفة كده من البتنجان، وبعدين بقى هحط بقى الايه اللحمة العصاج اللي احنا ايه عصجناها. هحط كمية كويسة يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى ايه هكمل بقية الايه البتنجان اللي انا قليه وبقية الفلفل. طبعا المسقعه دي بتتعمل باشكال كتير. دي مسقعه بصوص الطماطم العادي، ممكن انت مش حابه تعمليها بصوص الطماطم، ممكن تعمليها بالوايت صوص او اللي هو صوص البشاميل يعني، على حسب اللي انت تفضليه. هنا بقى هخفف بس الصلصه بتاعتي بشويه ميه، وبعدين هحطها عليه بشويه ميه صغيرين جدا، بس عشان ايه؟ علشان لسه هدخلها الفرن كمان. فاهميني؟ بس كده. تعالوا بقى نقول محتويات الاوردر بتاعنا. اولا ده اوردرين، في اوردر في ليه حاجات، واوردر ليه حاجات. تمام. تعالوا هنا بقى زي ما انتوا شايفين هنجيب بقى حله معايا تانية، هحط فيها معلقه من السمنه، وهنزل عليها بمكعبات لحمه من الانتركوت. اللحمه دي من الانتركوت، ده حوالي نص كيلو من اللحمه. قطعته مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، ولا صغيره قوي ولا كبيره، عشان نعمل لحمه بالبصل. نزلت عليها بقى وهي بتتشوح كده مع السمنه، نزلت عليها برشه فلفل اسود بس، ولا هحط ملح ولا هحط اي حاجه دلوقتي. تمام. وهنزل عليها مجرد لما تشوحت تشويحه بس بسيطه، هنزل عليها او اخدت صدمه يعني، مش هنقول اتشوحت، هنقول اخدت صدمه على النار. هننزل عليها بقى بايه؟ بحوالي نص كيلو من البصل، هقطعه جوانح كده او شرايح زي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجه ما تقطعوش ايه تخين يعني، قطعيه رفيع كده. وهنزل عليه بعد ما اخلص كميه البصل كلها، هقوم نازله عليه بطماطمتين وفلفل. ليه بقى طماطم وفلفل؟ انا بحب في اللحمه بالبصل ما تبقاش لونها كده كله بصل ويبقى لونها بني بس، لا بحب لونها بني وفي نفس الوقت تبقى ايه، مدي على البني اللي هو المحمر شويه ده. الطماطمايه مع الفلفل بتديها نكهه حلوه، وفي نفس الوقت هو خضار، وبرده بتبقى طعمها احلى كمان. كل البصل اللي انتوا شايفينه دوت كبير، والطماطم كبيره زي ما انتوا شايفين، كل ده هيدوب، مش هيبان خالص ولا بصل ولا هيبان طماطم ولا هيبان اي حاجه دلوقتي. اهم حاجه بقى في اللحمه ديت اللي انت من بدايتها كده لغايه لما تخلص خالص على نار هاديه، علشان تاخدي صوص البصل تحفه يعني، تاخديه على اصوله زي ما بيقولوا. هديها تقليبه كده، وهحط عليها بقى شويه توابل وخلاص على كده. تعالوا بقى نشوف التوابل اللي انا هحطها عليها. حطيت فلفل اسود، وحطيت بابريكا، وهحط نص معلقه صغيره قوي سكر. ده مش ملح يا جماعه، ده سكر، مش هحط ملح دلوقتي. يبقى انا حطيت سكر وبابريكا وفلفل اسود. طب ليه مش هحط ملح دلوقتي؟ عشان تستوى معايا كويس. والسكر ده عشان اصلا البصل بيبقى مسكر، فانا عايزاه تبقى فيها طعم السكر شويه، تبقى مسكره، مش مسكره اللي بالكوا فيه يعني، اللي هو تبقى، انا مش عارفه اوصف لكم يعني، بس هي تحطوا معلقه سكر هتبقى حلوه يعني. تعالوا هنا بقى هديت عليها النار. تعالوا هنا نعمل بقى خلطة المحشي. زي ما انتوا شايفين انا كنت ضايبة بقى في الكبة جزراية على بصلتين على فلفل رومي، ومقطعة بقدونس بس. تمام. وغسلة رز. بعدين حطيت على الخضار اللي انا عاملاه ده كده برز شوية ملح وفلفل اسود وبابريكا،
وبعدين قلبتهم كويس مع بعض علشان اعمل خلطة المحشي، ونزلت بالطماطم اللي انا كنت مسبكاها. طيب انا ليه هنا كنت حاطه بقدونس بس؟ لان العميل عايز المحشي بالبقدونس بس. فانا طبعا عامل يعني في عميل عايز محشي كوسه وفي عميل عايز محشي كرنب. العميل اللي هو اللي عايز محشي بالبقدونس بس، انا عملت البقدونس الاول عشان ما اعملش خلطتين. حطيت البقدونس الاول وخلصت الكميه كلها ب الكمية الكوسة كلها وعلى فكرة ما فرقتش خالص من غير شبت وكزبرة يعني. وبعد كده لما حشيت الكوسة كلها قمت نزلت بقى كملت بقى ايه، بقدونس كزبرة وشبت. تمام. يا رب اكون فهمتكم. بدل ما اعمل خلطتين يعني اقصد، قمت عملت كده يعني حطيت البقدونس الاول، وبعدين بعد ما خلصت الكوسة قمت قطعت بقى كزبرة وشبت، وبعدين قمت حاطة ايه قمت بقى ايه هحشي بقى الكرنب زي ما انتوا شايفين. تمام. زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نفس الحلة اللي انا سبكت فيها الطماطم هي اللي هعمل فيها ايه، الكرنب. زي ما انتوا شايفين جبت العيدان بتاعت اسمها ايه دي، الخضرة اللي انا قطعتها حطيتها في الحلة من تحت، وحطيت عليها ورق كرنب. وهبدأ بقى ايه الف الكرنب بالطريقة العادية خالص. طبعا انا بعد ما سلقته قطعته كده، شلت العروق منه زي ما انتوا شايفين، وبعدين قمت مقطعوه على حسب الصوبة يعني بالمقص كده. قطعته وخليته رولات كده وانا بقطع وانا بحشي. تمام. طبعا هاخد بقى الخلطة بكل الكلام ده، اكمل حشو مع نفسي كده، وبعدين هوريكم عملت ايه. لا اله الا الله. تعالوا بقى هنا نشوف عملت ايه. انا خلاص هنا خلصت بقى الحشو كله، خلصت الكرنب، وطبعا كنت مخلصه الكوسه والفلفل والبتنجان. تعالوا نعمل بقى الشوربه الكدابه بتاعه المحشي. حطيت معلقه من السمنه على معلقه من الصلصه الجاهزه، وهحط عليهم ميه، وهحط عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح صغيرين جدا عشان نعمل الشوربه اللي احنا هنسقي بيها المحشي. طبعا معلقه السمنه بتدي طعم حلو قوي. معلقه السمنه البلدي لما بتحطيها وتعملي الشوربه دي بتدي طعم حلو قوي للمحشي مع الصلصه كمان. حابه تحطي ماجي مفيش مشكله، انا ما حطيتش، انا اكتفيت بملح وفلفل اسود بس. تمام. طبعا انا لغايه دلوقتي لسه ما دخلتش المسقعه في الفرن، لان انا هدخلها يعني ايه بوقت معين، هدخل كله مع بعضه علشان يبقى كله طالع سخن على التغليف على طول. فاهميني؟ هي خلاص يا دوبك بس هتدخل الفرن. هنا بقى اللحمه بالبصل شايفين نزلت الصوص ولونها اتغير كده وبقى بني فظيعه. طيب لو هي دلوقتي بقى في المرحله دي، لو يعني تشوفي اللحمه لو لقيتيها خلاص دخلت في السوا، ظبطي بقى الملح بتاعك. تمام. انا هنا ظبطت الملح بتاعي، لو لقيتها محتاجه شويه ميه هحط لها شويه ميه، حوالي نص كوبايه ميه. لقيتها لسه فيها ميه مش هحط لها ولا ميه ولا اي حاجه، على حسب الايه البصل نزل كميه ميه كويسه اللي هي تسوي اللحمه فيه خلاص. هنا بقى زي ما انتوا شايفين ادي الشوربه غلت بتاعه المحشي. حطيت كبشتين في كل صينيه من الكوسه، وبعدين حطيت معلقتين قشطه زي ما انتوا شايفين. وبعدين هعمل بقى نفس الفكرة دي في المحشي، بس المحشي الكرنب مش هحط ايه عليه قشطة، انا هحط عليه بس الشوربة اللي انا عملتها وخلاص. عندك بقى حتتين ليا حطي، ما عندكيش اكتفي بمعلقة السمنة. هغطي بقى المحشي الكوسة دوت بالورق الفويل وادخله الفرن. عايزة اقول لكم محشي الفرن مختلف تماما يا جماعة عن المحشي اللي هو، وخصوصا البتنجان والكوسة والفلفل، طعمه خيال. وخصوصا مع معلقة القشطة فوق الوش دي حاجة كده تحفة يعني. هسويه بقى من البداية للنهاية في الفرن على الشبكة، يعني في النص كده على الرف اللي في النص على درجة حرارة 220 أو 240. أول لما يدخل يعني يستوي كده والكوسة تحطي فيها الشوكة تلاقيها استوت، هشيل بقى ورق الفويل واسيبه بقى ياخد لون من فوق كده، ياخد وش كده أو ايه، يحمر يعني. تمام. هنا بقى شغلت انا، ولعت على المحشي عادي هسويه بالطريقة العادية، بمجرد لما يتشرب هقوم ايه ومهدية النار. تعالوا هنا بقى نعمل الايه الكوردن بلو. انا عارفه ان الفيديو طويل عليكم بجد يعني، انا بعتذر جدا، بس حبيت اعمل لكم فيديو كامل انتوا تاخدوا منه الوصفات اللي تعجبكم يعني. معايا جبنه موتزاريلا هنا زي ما انتوا شايفين، ومعايا هنا دوت رومي مدخن، او حتى مكتوب عليه رومي مدخن، صدور رومي مدخن علشان نعمل الكوردن بلو. زي ما انتوا شايفين بقى جبت صدور البانيه من التلاجة اللي احنا كنا متبلينه. هحط قطعة من الرومي المدخن وهحط عليه بقى الجبنة دي، جبنة شيدر على تركي. انت حابة تحطي الجبنة التانية اللي هي الشيدر بس اللي هي الشرايح، مفيش مشكلة.
اللي تفضليه، بس ده كده حلو وده حلو، انا جربته بالاتنين يعني. هنا بقى زي ما انتوا شايفين، اهم حاجه في الكوردون بلو وانت بتلفي، تلفي لفه واحده بس، يعني ما تلفيش طبقات فراخ فوق بعض علشان تستوي معاكي. يعني بصوا شايفين انا بعمل ايه، بحط قطعه الفراخ وعليها قطعه من الرومي المدخن، وجوه الرومي المدخن ايه الجبنه، وبلف لفه واحده، وبعدين بقوم قصه بالمقص، وبقوم قافله بالخل. كل اللي انتوا شايفينه اللي انا قصيته بالمقص ده هرجع الفه تاني، فاهميني؟ بجمعه جنب بعض كده، وبقوم لفاه وبقفله بالخله. وقبل ما هقليه في الزيت هشيل الخله خالص، هشيلها خالص، من مش هقليه بيها يعني. هقول لكم هنعمل ايه بالظبط، عمره ما هيفك منكم خالص. زي ما انتوا شايفين اهو، بحط اليوم المدخن جوه الفراخ، وبعدين بقوم لفه لفه واحده وخلاص. وحاطه الجبنه طبعا. بعد ما خلصت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، هحط بقى دقيق، وهحط البقسماط اللي هي ايه الكفر العادي اللي احنا بنعمله للبانيه، بفتيك، اي حاجه. وهحط بيضه عليها ملح وفلفل اسود، واربها كده، وهحط شويه ايه، حوالي نص كوبايه من اللبن. تمام. بصوا بقى، هناخد واحده كده نحطها في الدقيق، ومن الدقيق للبيض واللبن. واهم حاجه يبقى في البيض واللبن شوك زي ما انا كده بعمل. وبعدين بصوا هنضغط جامد قوي في البقسماط، ناخدها بقى من البيض واللبن نحطها في البقسماط ونضغط. واحنا بنضغط نسحب الخله، عمرها ما هتفك برضه. هقول بصوا شوفوا تاني وانتوا هتاخدوا بالكم انا بعمل ايه. بصوا بضغط جامد قوي، وخصوصا الاطراف، وبعد كده بقوم سحبه الايه الخله. وكده خلاص ايه، هو عمره ما هيفك مني. اهم حاجه بقى الضغطه دي، الضغطه الجامده دي. دخلته بقى الفريزر حوالي نص ساعه الكوردون بلو يشد بس معايا. وبعدين هبدا اقليه بقى في الزيت عادي جدا، على الزيت يبقى سخن. وطالما ان هو مش لفه لفات بانيه، يعني فراخ وفوق بعض كده، هيستوي معاكي، وهيبقى ما فيهوش اي مشكله. نسيت بقى اقول لكم، اللي انا بعد لما اللحمه استوت خالص، طاجن اللحمه بالبصل، بعد ما استوت في الحله قمت قلبها بقى في البرام اللي هيروح للعميل بيه. قلبته وحطيته في البرام زي ما انتوا شايفين، ودخلته الفرن مع الكوسه. تمام. شايفين بقى طالع ازاي، بيتكتك ازاي. كان فظيع. الصوص بقى اللي جواه ده مش قادره اوصف لكم طعمه عامل ازاي، بالف هنا وشفا لاصحابه طبعا. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، اللحمه دايبه، يعني اللحمه بالبصل دي لازم لازم تبقى حته اللحمه طريه بتدوب، يعني عشان ايه، متبقاش يعني تمسكيها كده تلاقيها وقعت. هنا بقى خلاص المحشي استوى، وادي خلاص دلوقتي على فكره انا دخلت المسقعه الفرن وطلعتها، وخلاص على كده اخدت غلوه، وخلاص انا مش عايزه وشها يحمر قوي، انا عايزاها برضو تبقى جوسي من جوه وطريه. ودوت الكوردن بلو خلاص اخد اللون الذهبي الحلو. وكمان ايه طاجن اللحمه بالبصل طلع. وادي الكرنب، شايفين بقى الكرنب لونه احمر ازاي بسبب الشوربه اللي احنا عملناها له. وادي الكوسه طعمها خيال يا جماعه، جربوها ان شاء الله تعجبكم. وادي الاوردر بتاعنا النهارده والفيديو بتاعنا النهارده، ومعلش طولت عليكم. وما تنسونيش بلايك واشتراك القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.